أن الانتكاس من أخطر الأمور تواجه العبد في طريقه إلى الله عز وجل. الانتكاس من نكس، انقلب الشيء، قلب الشيء وكأن قلبك انقلب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد ذكر الله عز وجل قصص بعض هؤلاء، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها قوله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. طيب، آتاه الله عز وجل الآيات، لم ينسلخ فقط بل فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إيش صار؟ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. شوف الكلب لو أخذته في غرفة مكيفة باردة مكانه يلهث، طرحته تحت الشمس مكانه يلهث، لا انتفع ببرود ولا انتفع بحر. هو يعني خلاص صار لا يفرق. شوف المثل، صار لا يفرق بين الأمور. وأنت ربما تتعجب، أنا أحدثك الآن قد تستحضر بعض الإخوة الذي كانوا معنا في المسجد ثم انقطعوا حتى على الصلاة، صار الأمر عنده عادي ولا كأنه في شيء، ولا كأنه يوم من الأيام كان على خير وعلى صلاح.